ازاي يعني؟ اغلب التنمر اللي بيجي لي خصوصا الاطفال اللي هي الخجوله اللي ما بتعرفش ترد، ودايما دول يجوا يقولوا لي ايه، انا شكلي وحش، انا تخين، انا رفيع، انا مش عارفه، زمايلي ما بيحبوش يلعبوا معايا، انا بيقعدوا طول النهار يتريقوا عليا. دي اغلب وبيبقى دايما سنهم صغير. السن الكبير لا ما شاء الله بيبقوا هم ايه بيردوا، لسانهم طويل. لا الصغير وبالذات الخجول ما الطفل وهو في بدايته. ما في اطفال كتيره ما بتبقاش عندها حته ان انا اقول لا او اعترض، وخصوصا بقى انا طول الوقت انا في البيت ايه، ماما بتقول لي ايه، اسمع الكلام، قول حاضر يا حبيبي. لا وبابا بيقول له اللي يضربك اضرب. في ابهات كده على فكره بقى. ده صح ولا غلط؟ بمناسبه بقى اللي انت قلته بقى ده، عشان انا كان في فيديو رهيب كده سمعته. انا لسه من قريب عامله فيديو، كان فيه اخصائي، يعني عايزه اقول لك اخصائي، وانا شفت الفيديو بتاعها وحقيقي يعني كانت الام اتبعت الاخصائيه دي، قالت الطفل هتعلميه اللي يضربك اضربه، وكانت اخصائي وهي سمعت الفيديو للاخر والام انبهرت، وكان عندها بنتها كيوتايه وكانت بتتعامل مع البنت طول الوقت، تتفرج على الفيديو ده تقول اللي يضربك اضربيه. البنت دي كانت كيوته، وبعد كده حاليا هي عندي ان هي عندها عنف وعدوان. ايه ده الحاله دي عندك من فعلا من حته اللي يضربك اضربه، وفضلت الام تعاقبها عشان انها تضرب اللي يضربها او اللي هنها تهينه، اللي عمل لك حاجه تعملي له زيها بالظبط، وكانت بتعاقبها عقاب شديد جدا لحد ما الطفله دي بقت طفله عدوانيه جدا جدا. واول ما انت مارست عليه العدوان اخواتها ومامتها وباباها، فكانوا الفيروس دخل على البيت ده. دلوقتي بقى الام بتقول لي ايه، لا رجعها لي زي ما كانت كويسه، ما احنا قلنا سيبوهم على طبيعته. الاوبشنز والتايمر والمودز ارجعي بقى المانيوال. هنا عملتوا خلل، ما هنا بقى ده جزء من القهر ان انت تغير في شكل التكوين اللي ربنا خلقه. يعني الطفله البنت اللي هي بنوته هي اتخلقت رقيقه وكيوته، سيبيها زي ما هي، دي طبيعه البنت فعلا. الولد مشاغب وشقي، سيبيه على طبيعته، ما تقولش لا لازم تبقى مؤدب، ما تعيطش الولد، لا سيبوهم زي ما ربنا خلقهم، يعبروا ويقولوا ويعترضوا، سيبوهم زي ما هم. ولكن انا ممكن اعلمهم بقى ازاي ادافع عن نفسي، ازاي اعمل حدود، اندفع بطريقه سلوكيه سليم. بالظبط. انا من حقي ان انا اعترض، انا من حقي ان انا اقول لا انا اتضايقت، انا زعلت، حتى لو انت ماما اللي مزعقالي لازم اقول لك لا انت ما تعاقبنيش كده، ما تشتمينيش، ما تقوليليش يا واد. انا دايما بعلمهم يقولوا كده، وحقيقي بقول لهم كده حتى لو ماما وبابا اعترضوا، لان هي دي بدايته ان انا اعرف اقول لا، يبقى هعرف اعمل حدود، يبقى محدش هيعرف يتنمر عليا. ولكن ان انا اعلمه ان انا اصلا اقول له طول الوقت ده الضرب ده سلوك عنيف، ده الضرب ده وحش، وفجأة يلاقيني بقول له لا انت بقى اعمل سلوك الضرب، طب انت كده شتتيه، يعني هو وحش ولا هو مش وحش؟ فطبعا هنا بيحصل خلل في التربيه، ان انا طول الوقت اما اقول له على سلوك وحش وبعد كده اقول له لا نفذه، ما ينفعش. ان انا اقول له اكتسب سلوك من اللي قدامك برضو ما ينفعش. انا لازم يكون لي شخصيه مستقله، اعرف ادافع عن نفسي. اعلمه كاراتيه بقى لو هو طفل مثلا عنده 7 سنين، لعبه مثلا لو ولد. طب لو بنت، لا البنت اصلا الاشخاص او البيئه اللي انا احطها فيها لازم تكون بيئه امنه، اشخاص زيها. ما اروحش مثلا اجيب واحد مثلا ساكن في التجمع مع طفل مثلا من ساكن في يعني من شبرا، اكيد هتلاقي فرق او خلل في التربيه، شكل السلوك هيتغير بالظبط. فانت النهارده لازم تكون مديله بقى ايه، تاهيل. انا هاخدك مثلا من التجمع لشبرا، طيب انت في شبرا دي هتقابل ناس عامله ازاي كذا وكذا، وتتعامل ظبط بقى الساعه البيولوجيه بتاعتك بالظبط فعلا. والله هو تاهيل، يعني انت النهارده لما يكون عندك طفل هتنقله من بيئه لبيئه، انا باخده عندي ااهله، البيئه دي هتقابل فيها كذا عشان ما يتخضش. هو الفكره بالطفل ايه، انا النهارده جيت مثلا انا وديته من مدرسه لمدرسه مثلا لغات لمدرسه حصلت له صدمه بالظبط، لا والمستوى يعني البيئه، انا بتكلم الاطفال اللي هنا غير الاطفال اللي هنا، فهو بالنسبه له دي سلوكيات جديده. طب انا السلوكيات دي هتعامل معاها ازاي؟ طب انا المفروض اقول لهم ايه؟ طب المدرسه اللي بتزعق وهنا المدرسه اللي بتديهم ورده وبونبوني، انا هتعامل معاها ازاي؟ فلازم هنا ابقى مفهمه ان انا وانا بنقلك من البيئه دي للبيئه دي هتقابل كذا وكذا عشان ما يتخضش. زي الفرق ما بين الناس اللي بتربي ولادها بره مصر وفي مصر مثلا، يعني الفرق ده ساعات بيعمل مشاكل. الثقافه والحاجات اللي بيشوفها الطفل بتكون مختلفه، ايهما اصعب